لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الدماء السائلات بين يديك. اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية حبيبتك وابنة حبيبك وأم أحبائك وزوجة صاحب اللواء والمشهور عند الملأ الأعلى. اللهم صل عليها صلاة تكرم بها وجه أبيها. اللهم كن الطالب لها بدمها وبحقها ممن ظلمها واستخف بحقها، وثبتنا على ولايتها ومحبتها والبراءة من أعدائها. أدرك تراثك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها، فصفت فلا رنقون ولا تكدير، ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف. أفهكذا تغضي وأنت غيور؟ مصارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. خذهم فسنة جدكم يا مولاي يا صاحب الزمان، خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. ماذا صنعوا؟ قال غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت وويلا قرح الفؤاد وضلعها
مكسور استقرت على قبر رسول الله، ويد على عينها ويد على ضلعها منادية وابتا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا وهي تنظر إلى أمير المؤمنين معاتبة له تقول له تلحظ بعينك ثمير الزلزل وذاب وقبال عينك يعصرون بصاير الباب متعجبة العالم من أفعالك يا كرار بالدار قاعد والعدو يهجم علي إلا ومدامعك تجري وبيدك سيف الافقار وانا انتخف الضاء وجنيني خرب العتاء انا من طحيت خلف الباب يا راعي الحمية صحت بعجل قومي يا فضة بعجل ليا والجزيل يا ابو حسين بالنيران مسعود ويدي على ضلعي يحادر والدم يفور العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مجمل المرويات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في نصوصه الشريفة بما يتعلق بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي مورد اتفاق عند الكثير من المسلمين، إلا أن هناك من أخفى كثير من هذه النصوص التي تقدم الزهراء وتبرزها كسيدة أولى في العالم الإسلامي بالسيادة الإلهية بالتتويج الإلهي الذي توج الله به فاطمة فجعلها الله سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأرادوا أن يظهروا بعض النساء من زوجات رسول الله أو زوجات الصحابة إخفاء إلى مناقب الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إلا أن الموارد متعددة من رسول الله بتعريف الأمة بفاطمة وما الذي تمتلكه فاطمة من منزلة ومن مقام رفيع كي لا تنسى هذه الأمة. لذلك يبين من بعض هذه الموارد هذا النص الشريف الذي ذكرناه: فاطمة بضعة مني. مراد رسول الله
صلى الله عليه وآله لا أنه يريد أن يعرف الأمة أن فاطمة ابنته، ما يريد يبين مقام البنوة والأبوة. من في هذا العالم يجهل أن فاطمة هي ابنة رسول الله؟ كل الأمة تعلم. مراد رسول الله أعمق من التعريف بأبوته لفاطمة وأن فاطمة ابنته. مراد رسول الله أن فاطمة هي بضع، جزء، أساس من هذه الرسالة. لذلك هي صاحبة المرتبة المعصومة. كيف كمل الدين بعلي؟ هنا أيضا يكمل بفاطمة سلام الله عليها. لما نصب أمير المؤمنين وأخذ بيده رسول الله بما أمره الله، نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بولاية أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا المقام أيضا يبين لنا رسول الله أن فاطمة بضعة مني، وكما يقول العلماء: كمال الشيء بتمام أجزائه. تكون أجزاء مكتملة، يعني هذا مبنى يحتوي على النوافذ، يحتوي على الأبواب، يحتوي على الإضاءة، ومن فرش ومن مجلس وما إلى ذلك. فلو نقص الباب أصبح هذا البناء ماذا؟ ناقصا معيبا. لذلك يقول رسول الله: فاطمة بضعة مني، جزء لا يمكن أن ينفك أو يفصل هذا الجزء من رسول الله ومن هذه الرسالة الشريفة الخالدة. إلا أننا نجد الأخيار والصلحاء من الشيعة الأبرار في مثل هذه الليالي والأيام وهم قد استنفروا وشحذوا الهمم إلى ليال أسموها بالليالي الفاطمية. كنا في السابق ربما نحيي ليلة واحدة إلى الزهراء. الآن ولله الحمد العالم الشيعي بأكمله يعيش حالة من الاستنفار، وكما ورد من أقوال منسوبة للسيد الخامنئي أيده الله أن الأيام الفاطمية لا تقل عن أيام عاشوراء في أهميتها وعطائها وثرائها وما تكتنز في داخله من عطايا لهذه الأمة. فعلا في العشرة الفاطمية أنت تتكلم عن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، عن بضع لرسول الله صلى الله عليه وآله، جزء منه لا ينفك، قد ازدحمت حياته مع وجازتها مع قصرها. لم تبلغ 20 بأبي وأمي، لكن ملأت العالم عطاء وثراء وإنجازا على كل المستويات: اجتماعية، ثقافية ومعرفية، تربوية وأخلاقية وروحية ومعنوية. وهي صاحبة المقامات المعنوية الرفيعة، وهي السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. من أبرز ما يطرح في العشرة الفاطمية وهو الأساس ونقطة الارتكاز وحجر الزاوية في إحياء الليالي الفاطمية هو إبراز مظلومية الصديقة الزهراء سلام الله عليها. هذه المظلومية التي إن أبرزناها وقدمناها إلى الأمة هناك من يتحسس منها. بعض يقول أنك تبرز مظلومية الزهراء قد يتحسس منها الطرف الآخر، قد يعتقد بأنه المعني والمستهدف بهذا الكلام. البعض يقول أنه من باب الألفة بين المسلمين والوحدة الإسلامية وما إلى ذلك والتقريب بين المذاهب، يلزم منه ماذا؟ أن نسكت عن مظلومية الزهراء. هل يقبل هذا الكلام؟ لا يمكن. هذه حقائق التاريخ،
ونحن ملزمون بإبرازها وإظهارها إلى هذه الأمة، لأن هذه الحقيقة التاريخية مرتبطة بماذا؟ بعقيدة وبدين وبدنيا وبآخرة، لأن الزهراء تمثل مفترق الطريق بين الحق والباطل. ومن حقائق التاريخ هي مظلومية الزهراء، ولا يمكن أن نجامل في هذا المجال فنخفي مناقب الزهراء سلام الله عليها ومظلوميتها. والحال أن من المصادر المعتبرة في إبراز مظلومية الزهراء ليست المصادر الشيعية، هناك مصادر من أهل الخلاف وهي تؤكد على مظلومية الزهراء سلام الله عليها. منها البخاري في صحاحه، فقد روى أن القوم بعد انقلابهم بعد وفاة رسول الله، ذاك الانقلاب الذي أنبأ به القرآن: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وصلوا على محمد وآل محمد. تيقظت بعض الضمائر من بعض من الناس من المسلمين، ولا سيما القيادات التي برزت في جانب القيام بهذه العملية الانقلابية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرادوا أن يأتوا إلى الزهراء ليستبرئوا الذمم بعد أن كثر بكاؤها بأبي وأمي. وكما يقال أن أهل المدينة طبعا الذين يعتقدون أن الزهراء يعني عقبة في طريقهم، ولا سيما من خلال كثرة بكائها، البكاء الذي لم يكن بكاء الثكالى وإنما كان بكاء الثورة، كان بكاء على هذه الأمة التي تنكبت وتنكرت إلى تراث رسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء لما تبكي الليل والنهار مو بكاء امرأة ثاكلة، لا، كما قلنا بكاء وعي، بكاء على أمة قد انحرفت بعد وفاة رسول الله وضيعت تلك الجهود وتلك العطاءات التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى ضج القوم فجاءوا لأمير المؤمنين قالوا: يا أبا الحسن، إما أن تبكي فاطمة بالليل وتسكت بالنهار، أو تبكي بالنهار وتسكت بالليل. وقام أمير المؤمنين وبنى لها دارا خارج المدينة تسمى بدار الأحزان، اللي قبل 30 سنة يمكن رايح إلى الحج عمرة المدينة المنورة يشوف باتجاه الجنوب وراء البقيع باتجاه القبلة هناك دارا قديمة كانت هنا هي دار الزهراء، تأتي طوال النهار بأبي وأمي بمعية الحسن والحسين، فتندب وتبكي الليل النهار بأكمله، فإذا جن عليها الليل جاءها أمير المؤمنين فأخذها فردها إلى الدار بأبي وأمي. طبعا هذه الدار دار الأحزان غابت معالمها، غيبت، لم يبق شيء من معالم رسول الله ومن تراثه صلى الله عليه وآله، لا في مكة ولا في المدينة على أي حال، وهذه من مصائب أهل البيت. إذن اجوا يطلبون لقاء الزهراء فأبت أن تلتقي معهما الاثنين الرجلين. يقول فاجوا إلى أمير المؤمنين يستشفعان عنده: اشفع لنا عند فاطمة علها تقبل بلقائنا. فقبلت الزهراء شفاعة أمير المؤمنين ودخلوا على الزهراء. يقول البخاري في نص روايته: فأعرضت فاطمة بوجهها إلى الجدار بأبي وأمي يا فاطمة، وكلماها فلم تكلمهما،
ثم قالت لهما: ألم تسمعا رسول الله يقول أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة؟ قالا: بلى سمعنا. قالت: فإني أشهد الله أني لست براضية عنكما وإني ساخطة عليكما، حتى أخذا يبكيان حتى اخضلت لحيتيهما بالدموع من شدة البكاء. عليكم السلام سيدنا. نعم، هكذا وجدنا المظلومية التي يبرزها الخصوم إلى الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه وما جرى عليها. أنت تتحدث عن مظلومية يقر بها القوم قبل 1400 عام، لا بل أن هذه المظلومية ممتدة، لأنه ضرورة إبراز مظلومية الزهراء لتتلافى هذه الأمة أي ظلم للآخر. فإنا وجدنا من تبعات وآثار ظلم الصديقة الزهراء امتدت مسيرة الظلم والاضطهاد والاستهداف إلى الأخيار والصلحاء إلى يومنا هذا. فقد تلا بما جرى على فاطمة مقتل الإمام أمير المؤمنين، وبعد أبناء الأئمة المعصومين: الحسن مسموما، الحسين مضرج بدمائه قد روى تراب كربلاء بدمه الشريف، وهكذا سائر الأئمة المعصومين والأخيار وإلى يومنا هذا. كل ذلك من إفرازات ذلك اليوم. نعم، إذا كنا نتحدث عن هذه المظلومية في زمن بعيد، وأن هناك من يؤذي ويظلم الزهراء، فإن في هذا الجيل من لا يزال أيضا يستهدف الصديقة الزهراء. أذكر قبل 20 سنة كنا بالمدينة المنورة، فجئنا إلى زيارة بعض المعارف من أهل المدينة من الشيعة الأخيار، فكنا نشكو لهم ما يجري علينا في حال زيارتنا لرسول الله وأئمة البقيع عليهم السلام. فأحد الشيبة الكبار عمره ويا 80 أكثر يعني، قال لي: يا أبنائي، احنا شفنا شيء انتم ما شفتوه من ظلم أهل البيت وظلم الزوار. ما الذي رأيته؟ قال: كنا نخشى على أنفسنا أن نأتي إلى زيارة رسول الله وأئمة البقيع فنختار الأوقات التي يزدحم فيها الزوار، فنذوب في هذه الأمواج البشرية من الزوار ونزور أئمة البقيع والصديقة الزهراء. يقول: بعدين أخذنا ننتقل أوقات خوفا على أنفسنا كي لا نلتقي مع الزوار فنؤذى، نجي أوقات متأخرة إلى زيارة رسول الله قبل أن تغلق الأبواب. يقولوا: نبقى في الروضة الشريفة. يقولوا: من خلال كثرة الترداد على الزيارة صارت إن معرفة ببعض القائمين على الحرم المطهر لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: لاحظنا ليلة من الليالي لما يطلعوا الزوار تغلق الأبواب يبقى فقط باب واحد. يقول: لاحظنا أن بعض الزوار، يعني هذا الكلام أنا أنقله بكل أمانة من هذا الرجل المؤمن رحمة الله تعالى عليه، توفي، ويعني أمر مفجع لا يحتمل لكنها حقيقة. يقول: لاحظنا إذا خرج الزوار يأتي بعض العاملين بالنعل فيمشي في الروضة الشريفة ذهابا وإيابا. تعجبنا من هاي الحركة، كنا بعضنا ما يقبل لو مسجد عادي صغير واحد يدخله بالنعل ما تقبل. شلون الروضة؟ روضة من رياض الجنة كما قال رسول الله: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وذولا جايين يدخلون بالنعل في هذه الروضة. يقول: سألنا بعض القائمين شنو القضية، يعني كيف يمشي هؤلاء بالنعل؟ قال: أقول لكم أمرا أسركم به. ماذا؟ قال: إن هؤلاء الجماعة يعتقدون بما بلغهم
أن قبر فاطمة في الروضة الشريفة، وإنهم يمشون بالنعل ليحرز أن يطأ بنعله قبر الصديقة الزهراء سلام الله عليها. هذا العداء المستحكم، هذا البغض الموجه للصديقة الزهراء، ويراد لنا أن نسكت. تتكلم قبل 20 سنة، هذه الأيام التي جرت علينا خلال السنتين، هناك أحداث وثقت من قبل جمعيات سياسية، من قبل مراكز حقوقية، ومن ضمن ما وثقت هذه المؤسسات ماذا؟ ما يجري على على الأخيار والأحرار في السجون من صنوف التعذيب الجسدي والمعنوي. كان منه ماذا؟ مشهور، هو شتم الزهراء سلام الله عليها، وشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وشتم الحسن والحسين، وشتم الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج. فالقوم أبناء القوم، يعبرون عن هذا الامتداد مع هذا البعد الزمني بين عهد رسول الله إلى يومنا 1400 عام، ولا يزال هذا العداء قائما. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه كان دقيق لما يورد عنا زيارة عاشوراء، هذه الزيارة الفاخرة العظيمة الجليلة، ولما يوصل إلى بداية يتقصى ويستهدف أول مراحل الظلم الذي أدى وترتب عليه قتل الحسين سلام الله عليه. ما راح مباشرة إلى الحسين، راح لوين الإمام الصادق؟ قال اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وبعد وآخر تابع له على ذلك. يبين الإمام سلام الله عليه أن لهذا الظلم، هذا الإيذاء لأهل البيت له امتداد في التاريخ، وأن هناك من سيأتي، وبالفعل أعلنوها صراحة. الآن كما يجري في سوريا من فوضى ومن قتل وإراقة للدماء، زعماء هذه الفصائل يتسابقون من الإرهابيين والقتلة أن أول إنجاز راح يحققونه كما يزعمون بعد انتصارهم. شنو هذا الإنجاز؟ راح يصنعون قنبلة نووية، يعني راح يصنعون ابتكارات واختراعات. لا، أول ما سيقبلون عليه كما يزعمون هو سحق قبر العقيلة زينب ابنة أمير المؤمنين، ولكن هيهات هيهات أن يبلغوا إلى هذا. إذن شنو المصلحة؟ أن يستهدف مقام حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله، الحفيدة المباشرة إلى رسول الله. ما الجرم الذي ارتكبته زينب سلام الله عليها؟ ما الذي يضيرهم بقاء ضريح لزينب حفيدة رسول الله إذا كانوا يدعون الرضا والتسليم إلى أمر الله وإلى رسالة رسول الله وأهل بيته؟ هذا العداء، هذا الاستهداف لم تستهدف فيه فاطمة فقط، الاستهداف لم يستهدف فيه الحسين فقط، الاستهداف لم يكن المستهدف فيه زينب فقط، المستهدف هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن نقول يأبى الله إلا أن يتم نوره. احنا نشوف الله سبحانه وتعالى يتكفل بحماية مقام العقيلة سلام الله عليها. العشائر والقبائل والأسر الشيعية الموالية لأهل البيت في حلب، في حمص، في نبل، في الزهراء، في الرقة، في دمشق الشام، كلهم أكو عشائر من السادة من أهل حلب كما أخبرني أحدهم مباشرة. هؤلاء نذروا أبنائهم من الشباب وسلحوهم، كل واحد يقول لابنه الزم سلاحك وروح احمي عمتك زينب، أنا نذرتك لزينب، ما أريدك ترجع إلا أن تحمي زينب بأبي وأمي.
وبالفعل يحاط ذلك القبر الشريف الآن بالخيرة الخيرة من أبناء هذه الأمة اللي عندهم استعداد للتضحية بكل غال ونفيس لحفظ مقام زينب الحوراء. وإن شاء الله نحن وإياكم نعود زائرين ونرتمي على أعتاب زينب صلوات الله وسلامه عليها. إذن هذه المظلومية الموجودة لما تبرزها يقول لك أنت شنو؟ طائفي، وأن احنا راح نقتلك ونريق دمك وننتهك أعراضك، وعليك ماذا؟ أن تسكت وأن تسلم، وإذا تكلمت فأنت طائفي. لا، أهل البيت لم يأمرونا بذلك. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أمرونا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. شلون الإنسان لما تتعرض عقيدته ودينه وقيمه ومبادئه وشرفه وكرامته وعزته ويسكت؟ لا، لا يصير يسكت. ليس من الإنسانية، ليس من الدين، ليس من الأخلاق أن يسكت. نعم، إذن الزهراء سلام الله عليها كما قدمها رسول الله بأي صورة؟ كان رسول الله يقدم الزهراء أنها باب من أبواب الله. شلون؟ لما يجي سائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كما دلت الرواية، يوم من الأيام جاء سائل لرسول الله للمسجد وقال: يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله، فإني جائع غريب وليس لدي شيء. فقال له رسول الله: ليس عندنا شيء. وكان رسول الله صادقا، لأنه الدولة الإسلامية كانت أيام حروب تعيشها، وطبيعة الدولة إذا تعيش الحرب تكون الموارد الاقتصادية شحيحة قليلة. يقول بالفعل هذا إجا لرسول الله قال: ليس عندنا شيء، ولكن الدال على الخير كفاعله. شلون؟ قال: أقصد إلى دار ابنتي فاطمة. رسول الله يريد أن يعلمنا ويعلم الأجيال ويعلم الأمة أن هنا باب من أبواب الله، وهو باب فاطمة، لا يرد عنده سائل ولا يرجع عنده سائل إلا محملا بحوائجه. وهذا إجا إلى الزهراء، وقف على بابها، نادى: أطعموني يا آل رسول الله مما أعطاكم الله، فإني جائع غريب عريان. طلعت الزهراء من وراء الستار وليس عندها في الدار إلا جلد كبش ينام عليه الحسنات. رفعت ذاك الجلد من الكبش، جاءت به إلى هذا السائل، رفضه، قال: ما أصنع بجلد كبش وأنا جائع، شو أسوي به؟ كان على صدر فاطمة قلادة مهداة من رسول الله، عزيزة هذه القلادة، لا تقدر بثمن، هدية من رسول الله ثمينة ماديا ومعنويا. وإذا بالزهراء تعمد إلى صدرها فتنتزع تلك القلادة وتعطيها إلى هذا السائل: خذها بارك الله لك فيها. وفعلا يروح الرجل فرحا مسرور، يشوف سلمان بالمسجد، شاف عند القلادة، لم يقبل سلمان أن تحرم فاطمة من هذه القلادة، فاشترى منه القلادة ثم جعلها في بردة وعطرها مع عبد مملوك وبعثه للزهراء ثانية. وإذا بكرم الزهراء وعطائها لا يتوقف، تقول للمملوك: ارجع فأنت حر لوجه الله. ويرجع المملوك فرحا مسرورا، وهذا الرجل راح اشترى إلى زاد وكسوة وراحلة، كل هذا بثمن القلادة. وإجا فرح مسرور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتفت إليه رسول الله قال له: هلا دعوت إلى فاطمة
فرفع الأعرابي كفيه إلى السماء توجه للقبلة قائلا اللهم ارزق فاطمة ما لا رأت عين ولا خطر على سمع بشر. وبالفعل جئني بامرأة في هذه الدنيا ترقى لمقام فاطمة سلام الله عليها. حتى مناوئي فاطمة سلام الله عليها من لا يعدون بأنهم من أحباب فاطمة وهم يقرون بفضلها. فقد روى ابن حنبل في مسنده عن أم المؤمنين عائشة تقول ماذا تصف الزهراء؟ ماذا تذكر عن مناقب الزهراء؟ تقول أم المؤمنين كنا في الليلة الظلماء نخيط الثياب على نور وجه فاطمة. إذن هذه هي فاطمة في نظر الآخر، وهو يجل قدرها ويظهر مناقبها. ولذلك علماءنا الأجلاء وهم يدلون على باب فاطمة كما دلنا رسول الله صلى الله عليه وآله. سيد المرعشي رضوان الله عليه في وصيته يوصي ابن السيد جواد يقول له بني لا تفارق هذا الدعاء في كل قنوت صلاة. ما هو الدعاء؟ قال أن تقول إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلا ما فعلت بي كذا وكذا فإنه سر من أسرار الله. وبالفعل هكذا هي فاطمة. كان بالنجف الأشرف رزقنا الله وإياكم زيارة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين أحد العلماء اسمه السيد مرتضى الكشميري قبل 250 سنة 300 سنة هكذا. كانت شحة في الموارد، جوع، فقر، طالب العلم يعطى غرفة في المدرسة، وأيام شهر رمضان وصيف من شحة الموارد يعطى وجبة واحدة يقتسمها نصف للسحور ونصف للإفطار. هذا السيد النجيب معروف بأنه صاحب كرامات، رجل متقي من أهل الصلاح والإيمان. يوم أراد يفطر قبل أن يفطر كان حريص على أداء الصلاة في وقتها في حرم أمير المؤمنين. إجا صلى على عجالة، تعب، مشقة، بعد عناء صوم يوم بأكمله، يرجع مسرع إلى غرفته، وصل إلى الباب وإذا قد ضيع المفتاح ما موجود. شو يسوي؟ جاي يريد ياكل، بحث في الطريق، رجع اجى الى الحرم ايضا بحث لم يجد المفتاح، رجع الى الطريق ثانية، عاد يائسا عند الباب. شو يسوي؟ يقول فتذكرت من الأسرار العظيمة التي علمنا بها بعض الأساتذة من أهل المعنى أن من يحفظ اسم نبي الله موسى ويقسم به على قفل ينفتح، وهذا فعلا من الأسرار إلى يومنا هذا. جملة من العلماء من أهل الاختصاص بحثوا وأولوا وذكروا آراء متعددة، وقل منهم من وقف على الاسم الحقيقي إلى أم موسى عليه السلام. يقول أردت أن أفكر ما اسم أم نبي الله موسى، ولكن جائع حتى بدأ يرتعش من شدة الجوع، يعني كاد أن يقع من شدة الجوع. يقول ما تذكرت، لكن وقع في قلبي أني لا أحفظ ولا أذكر اسم أم نبي الله موسى، ولكنني أذكر من هي أعظم وأجل عند الله من أم موسى، وهي جدتي فاطمة. فأقسم على ذلك القفل بفاطمة، حركه وإذا هو ينفتح ببركات فاطمة. وما أكثر أقفالنا في هذه الدنيا، وما أسهل أن تفتح هذه الأقفال ببركات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها.
فلنتوجه إلى الله بفاطمة في حوائجنا الشخصية، في حوائجنا الاجتماعية، فيما يتهدد مصيرنا ووجودنا وحاضرنا ومستقبلنا، أن نبرز فاطمة في كل مراحل حياتنا. هكذا يريدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هكذا يريدنا الله حينما قدم لنا فاطمة في كتابه. كلما قلبت القرآن في سوره وآياته إلا وجدت فاطمة تتجلى بين السور والآيات صلوات الله وسلامه عليها، فهي الكوثر وهي القربى وهي التطهير وهي المباهلة صلوات الله وسلامه عليها. لكن ما حال أمير المؤمنين بأبي وأمي في مثل هذه الليلة التي فارق فيها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا الكنز الإلهي الذي ادخره الله وخص به أمير المؤمنين، وإذا به يفقده في مثل هذه الليلة. يقول الرواة: عمل بوصية فاطمة. بماذا؟ كما أوصته أن يشيعها بالليل سرا وأن لا يحضر القوم جنازتها. وبالفعل يقول الرواة: اجمع الخلص من أصحابه ودخل الغرفة يغسل الزهراء بأبي وأمي من وراء الثياب وهي طاهرة مطهرة بآية التطهير صلوات الله وسلامه عليها. يقول عمار: بينما نحن من وراء الحجرة وإذا نسمع أمير المؤمنين يجهش بالبكاء. يقول لما طلع من عندها أمير المؤمنين قلنا له: يا أبا الحسن، أنت من يوصينا بالصبر عند المصيبة، أتجزع يا أمير المؤمنين؟ قال: يا هؤلاء لو رأيتم ما رأيت لما لامني أحد. ما الذي رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: لما صببت الماء على جسد فاطمة ومررت بيدي على صدرها رأيت خفقة بين أضلاعها على من مناد وفاطمة. شنو يعني خفقة بين أضلاع فاطمة؟ يعني موضع تكسر أضلاعها بأبي وأمي. ورأيت بين كتفيها كالدملوج من أثر السياط التي تلوت على متونها. فضج الأصحاب بالبكاء كل ينادي: وفاطمة ومحمدا. بعد مشهد آخر ينقله أمير المؤمنين، يقول: لما جهزت الزهراء وغسلتها دخل عليها الحسن والحسين فارتميا على صدرها، وإذا بي يسمع نداء من السماء: يا علي ارفع الطفلين عن جسدها فقد أبكيا والله ملائكة السماء. صلى عليها، جاء بها إلى ملحودتها، أهال عليها التراب، جلس على القبر وقد أرخى لعينيه الدموع وهو يعبث بأنامله في تراب القبر حسرة لفراق فاطمة. نادى لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي
دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. ثم التفت إلى قبر رسول الله مناديا: يا رسول الله، لقد ردت الأمانة واسترجعت الوديعة، لكن اعذرني يا رسول الله، أخذتها سليمة معافاة وعادت إليك مكسورة الضلعين محمرة العين، وصيتني وأنا صبرت واستغضموني، والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، وذيك الوديعة روعوها ولببوني، يا سيد الكون الوصية ما رعاها، هجموا الدار على البتول وروعوها، طلعت تدافعهم وبالباب عصروها، وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار إلا عاشت عقب فرقاك محزونة وكئيبة، ومن كثر تلويع الرجال صارت عليلة، شحكي وشعدد من مصايبها الجليلة، ولأي الأمور تدفن سرا ابنة المصطفى، ويعفى ترى إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله، سقل مطالب نقض حوائجنا، شافنا مولاي وشافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم فرج عن المكروبين، اللهم فك قيد الأسرى والمسجونين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، اللهم اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. المؤسسين جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم جميعا فردا فردا، وفقهم لمراضيك، اللهم وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وفرجنا بهم يا كريم. إلى أرواح موتى المؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان، لا سيما علماء الإسلام والشهداء والصالحين وخدمة الحسين، إلى أرواحهم جميعا
نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.